خلونا ندخل في عالم قاسي جدا وليه قوانينه الخاصة. عالم البقاء فيه مش لأي حد، البقاء فيه للأقوى وبس. والجملة دي هي اللي بتحط أساس كل حاجة. دي مش مجرد بداية أغنية، لأ، دي زي إعلان مبدأ للعالم اللي هنكتشفه ده. عالم مفيش فيه أي ثقة ولا أمان، وكل اللي شافه بيخليه يوصل لنتيجة واحدة: مفيش حد يستاهل الثقة. من هنا بقى بيبدأ يظهر صوت بطل الحكاية. هو مش مجرد واحد بيحكي وخلاص، لأ، دي شخصية ليها قانونها ودستورها الخاص بيها، قانون السيد. طيب مين هو السيد ده؟ السيد هو الشخصية الأساسية اللي كل الكلام بيحكي عنه. هو بيشوف نفسه فارس عايش في مملكته الخاصة، يعني في الشارع، وبيحكم بقواعد هو اللي حاططها. وهنا بنفهم أكتر هو شايف نفسه إزاي لما يقول فالرجولة أنا باني مدارس. ده مش غرور على قد ما هو إعلان مبدأ. يعني هو شايف نفسه الأصل، هو اللي بيعلم الناس الأصول والقوة، وفارس مبادئه مش بتتغير مهما حصل. طيب خلينا نروح بقى لقوانين العالم ده. يا ترى إيه هي العملة اللي الناس بتتعامل بيها هناك؟ إيه اللي بيحرك العلاقات دي كلها؟ بص، المقارنة دي بتلخص كل حاجة وبمنتهى الوضوح. الفكرة كلها إن المودة والمحبة مربوطة بالفلوس، ودي فكرة بنسمعها كتير قوي، كأنها بتنتقد إن كل حاجة في الدنيا بقى ليها تمن. يعني طول ما معاك فلوس الدنيا تمام والناس حواليك، أول ما الفلوس تروح بتشوف الوش التاني على طول. الولاء هنا له سعر. وهنا الوجع بيبان قوي. الخيانة مش جاية من عدو بعيد، لا، دي جاية من أقرب الناس اللي مني، والسبب واضح وصريح: الفلوس غمت عينيهم. إحساس بالخذلان صعب جدا لما يجي من اللي المفروض كانوا في ظهرك. وطالما الخيانة هي الأساس، يبقى طبيعي إن العالم ده يكون مليان أعداء. هو مش بيحارب عدو واحد، هو حرفياً عايش وسط عالم من الخونة. والأعداء دول مش شكل واحد، لأ، دول أنواع. في اللي بيحسدك وعينه على اللي في إيدك، وفي الخاين اللي كان في يوم من الأيام صاحبك، وفي الصحاب اللي بوشين، وطبعاً المنافسين اللي مستنيين غلطة عشان ياخدوا مكانك. وهنا بنحس بالتعب والإرهاق من كتر الضغط. الحسد هنا مش مجرد شعور، لأ، ده فعل. الناس قصداه ومستهدفاه، لدرجة إنه وصل لمرحلة بيقول لهم يا جماعة سيبوني في حالي. بس الرد على الخيانة دي مفيش فيه أي تفاهم. الكلام واضح وصريح وعنيف: طلقة وعلقة وكارت أحمر. اللي بيخون ملوش فرصة تانية، بتخرج من الدايرة بتاعته للأبد وبطريقة عنيفة. وسط كل الخناق والعنف والتهديدات دي، فجأة بيظهر استثناء، زي ما يكون نقطة نور في وسط كل الضلمة دي. في العالم بتاعه ده اللي كله خيانة وأعداء، في شخصية واحدة بس بيتوصف بإعجاب حقيقي. هي الاستثناء الوحيد اللي بيثبت إن مش كل حاجة مزيفة. وأول حاجة بتتقال عنهم هي حضورها القوي. الكلام هنا مش عن جمال عادي، لأ، دي هيئة ومزة خطرة. يعني جمالها فيه قوة وجاذبية تخض. بس الموضوع مش شكل بس. لما يقول عليها حالة نادرة وبت قادرة، ده بيديها عمق تاني خالص. يعني جاذبيتها مش بس في شكلها، لأ، دي في قوتها وإنها مش زي أي حد. والصورة بتكمل بالجملة دي: سينيوريتا مش حاطة بودرة. يعني جمالها طبيعي مش مزيف. وفي عالم مليان ناس وشين وخداع، الحقيقة والطبيعة دي هي اللي بتخليها حاجة تانية خالص. طيب بعد ما شفنا الأعداء وشفنا كمان الاستثناء الوحيد ده، بنرجع تاني لزبدة الموضوع: خلاصة قانون السيد للبقاء في العالم ده. الخلاصة واضحة جدا وما فيهاش أي لف ودوران. في العالم ده مفيش حل وسط، مفيش منطقة في النص، يا إما مسيطر يا إما مسيطر عليك، مفيش اختيار تالت. وده بقى الإعلان الأخير، ده التحذير النهائي لكل اللي بينافسوه زمان ودلوقتي: مهما تعلوا أنا هفضل سيدكو. دي مش مجرد ثقة، دي عقيدة. هو مؤمن إن سيطرته دي أبدية ومحدش يقدر ياخد مكانه. وهنا بنوصل لسؤال مهم جدا. في عالم قاسي ومليان تهديدات زي ده، هل فعلا الحل الوحيد عشان الواحد يفضل عايش وموجود هو إنه يفضل مسيطر بالقوة طول الوقت؟ ده سؤال يستاهل التفكير.